السلام عليكم. تذكرت الآن، أنا كان المفروض أذكرها في البث المباشر الأول. تذكرت أنه ماجد في مرة من المرات كلمني وأنا نزلت المحادثة. المشرف الأمني للمنطقة كان يضغط على ماجد يطلق زوجته عشان يتزوجها، فهذا هو سبب إصرار وتمسك ماجد في زوجته. وكان يقول له يا ماجد طلقها وأنا بتزوجها، ويضغط على أبوها ويضغط على القاضي الشجاع ويضغط على الأمين، وكانوا هم عصابة على ماجد كلهم. تمام؟ فكان ماجد يقول لي أنا أموت ولا أطلق زوجتي وتتزوج بهذا الشخص. وكنا نجلس نتحدث أحيانا محادثات، وأحيانا أتصل له على جوجل ميت، وأحيانا أتصل له مكالمات دولية لما يكون متعصب ولا ذا، وأحاول أن أنا أتصل عليه ولا أرسل له ميرج، خاصة لما يقول لي بالنهار أنا اليوم بروح انذرها، كنت أتصل له مكالمات دولية وأقول له اهدأ. وكان لما يكون معه الفلوس ويطلبوا منه مبلغ وينقص عليه أقول له تفضل وأنت بعدين بتسددني، مش مشكلة. السبب الأول والرئيس هو القاضي محمد سعيد الشجاع، تمام، ونائبه والأمين الشرعي والمشرف الأمني الذي كان يضغط عليهم يريد الزواج بها. بسبب هؤلاء الفاسدين ذهبت أسرة كامل ضحية. جريمة بحق المجتمع، ولا يجب السكوت عنها. يجب محاسبة القاضي محمد سعيد الشجاع ونائبه والأمين الشرعي والمشرف الأمني المنطقة. المحادثات أنا نزلتها، اقرأوها واحكموا. هذه قضية رأي عام. بسبب فساد هؤلاء تحولت القضية ثم تأججت وتحولت إلى هذه الكارثة من مستصغر إن النار من مستصغر الشرارة الصغيرة. شوفوا إلى أين وصلت. تمام؟ حاجة تافهة، قضية تافهة يعني.